السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام المباركة باليمن والخير والسعادة والبركات. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوقع القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. القانون ده طبعا بيزيد حد الإعفاء الضريبي للسادة الموظفين بالدولة إلى 45,000 جنيه. تابعونا بعد الفاصل للتفاصيل. اهلا ومرحبا بكم. طبعا احنا عارفين ان الموظفين في القرارات الجديده اللي هي من اول اكتوبر 2023 ليهم 3 زيادات. الزياده الاولى اللي هي علاوه غلاء المعيشه الاستثنائيه، ودي بواقع 300 جنيه لجميع الموظفين بالدوله، ودي صدر بها القانون رقم 172 لسنه 2023 واللي تم تطبيقها منذ ايام، والناس صرفت الزياده وقليل جدا ما صرفهاش، هيصرفها ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه. دي اول زياده 300 جنيه. الزياده الثانيه اللي هي زياده حد الاعفاء الضريبي من كام؟ من 36,000 جنيه لحد 45,000 جنيه. ايه معنى الكلام ده؟ 36,000 جنيه يعني معناها زيادة حد الإعفاء الضريبي أنك أنت كنت بتدفع ضرائب، يعني لو مرتبك 5,000 كنت بتدفع ضرائب على 2000 بس. ليه؟ لأن في 3,000 جنيه معفية من الضرائب. دلوقتي بعد زيادة حد الإعفاء ل 45,000 اعتبارا من 31 أكتوبر، تمام، زيادة حد الإعفاء الضريبي دي أصبح بدل مثلا 5,000 جنيه كنت بتدفع في القانون القديم اللي على 36,000 كنت بتدفع على 2,000 جنيه بس ضرائب لو مرتبك 5، لأن في 3 معفية، لأن 36 على 12 فيها 3,000 كل شهر، فال3,000 كل شهر دي معفية. طيب 45,000 لو قسمنا 45,000 بعد الزيادة الجديدة من أكتوبر، ال 45,000 جنيه تمام هتديني 3,750 جنيه كل شهر، دي معفية. شوف في القانون القديم كانت 3,000 جنيه معفية، دلوقتي بقت 3,750 جنيه معفية من الضرائب. يعني لو بتاخد 5,000 جنيه تمام مرتب صافي، خلي بالك مش الشامل، لا الصافي، لو بتاخد 5,000 جنيه في ظل القانون القديم كنت هتدفع ضرائب على 2,000 جنيه، لكن في ظل القانون الجديد لما وصلت ل 75,000 هنخصم 5,000 من 3,750 هتدفع ضرائب على 1,250 جنيه. يبقى في القانون القديم هتدفع ضرائب على 2000، في القانون الجديد هتدفع ضرائب على 1,250. طب امتى هيتنفذ القانون ده؟ القانون ده رسميا والحمد لله رب العالمين صدر وتم توقيعه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهو قدامكم قانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. القانون ده طبعا احنا عارفين انه القانون ده بيستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية. عشان كده جاء بزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 45,000 جنيه. القانون ده نخلي بالنا لو بصينا فيه هنلاقي الشريحة الأولى من 0 ل 30,000 جنيه ما عليهوش ما عليهوش اي ضرائب من 0 ل 30,000. طب مال ازاي 45؟ ما احنا عندنا اعفاء شخص 15، فالشريحه الاولى 30,000 و15 اعفاء شخصي، يبقى انت ليك 45,000 جنيه سنويا مش هتدفع عليها ضرائب، بما يعادل 3,750 جنيه في الشهر مش هتدفع عليها اي ضرائب. تمام. طيب احنا دي القانون ده فعلا صدر في الجريده الرسميه طبعا، وزي ما قدام حضراتكم لو بصينا يكون سعر الضريبه على النحو الاتي. اولا سعر الضريبة 0 من 1 جنيه إلى 30,000 جنيه. بعد كده نخلي بالنا كان في القانون القديم القانون 30 ده بتاع أبريل كان في شريحة بعد الصفرية، في شريحة 2.5 دي اتلغت، تمام، فبقت هنا شريحة صفرية، بعد كده شريحة على طول 10% لأكثر من 30,000 إلى 45,000، وبعد كده 15% ضريبة لأكثر من 45,000 ل 60,000، وبعد كده الشريحة اللي بعدها 20% لأكثر من 60,000 ل 200,000، وبعد كده الشريحة اللي بعدها 22,500 ونص، تمام، 22.5% دي للأكثر من 200,000 إلى 400,000، وبعد كده في الشريحة اللي بعدها 25% ودي اللي بيزيد على 400,000 جنيه.
تمام. ده بالنسبة للقانون اللي صدر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو القانون 175 في 30 أكتوبر 2023، ويتم العمل به أهو صدر برئاسة الجمهورية في 30 أكتوبر، يتم به من اليوم التالي لتاريخ نشره. فبإذن الله سبحانه وتعالى ده ممكن يكون مع مرتب نوفمبر 2023 ممكن بالفعل يتم زيادة حد الإعفاء الضريبي ويتم تطبيقه رسميا. تمام. ده بالنسبة لزيادة حد الإعفاء الضريبي. طب عايزين أمثلة نشوف إزاي هنزيد كام. بس للعلم الزيادة يا إخواننا مهما كانت قليلة إحنا ما علينا إلا بننشر، إحنا بنوضح. يعني 300 200 10 جنيه إن شاء الله جنيه واحد، إحنا مش ذنبنا حاجة في كده إن إحنا نوضح لك تمام هذه الأمور وهتاخد كام. يعني لو قلت لك 10 جنيه 20 أي شيء ده مش ذنبي أنا بحاول أوضح لك وأفهمك اللي بيحصل بس. تمام. بعد كده عندنا الزيادة، أنا تحدثت عن الزيادة الأولى اللي هي علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية. الزيادة الثانية اللي هي زيادة حد الإعفاء الضريبي ودي اللي صدر بها القانون. تمام. هنخش على الزيادة الثالثة اللي هي لسه منتظرينها اللي هي إيه بقى؟ اللي هي زيادة الحد الأدنى للأجور 500 جنيه. احنا عارفين انه تم زيادة الحد الادنى من تعليمات السيد الرئيس، رفع الحد الادنى للدرجة السادسة وهي ادنى درجات السلم الوظيفي من كام؟ من 3500 جنيه الى كام؟ الى 4000 جنيه. يبقى في زياده في الدرجه السادسه 500 جنيه من 3500 الى 4000. بناء على الزياده دي هيتم زياده جميع الدرجات الوظيفيه، يعني الدرجه الخامسه والرابعه والثالثه والثانيه والاولى لحد ما نطلع للممتازه فوق. كل دي هيزيد كام؟ هيزيد 500 جنيه. ونخلي بالنا يا اخواننا ونكرر ان الحد الادنى بيتحسب على جمله الدخل مش بيتحسب على الصافي. ما تجيش تبص تقول انا 4000 ما باخدش، او انا الدرجه مثلا بتاعتي الثانيه 6000 انا باخد 5000 ونص او باخد 6000. لا، ال 6000 جنيه دي او ال 7000 بتاعت الحد الادنى دي بتبقى على الشامل وليس على ايه؟ وليس على الصافي اللي بتاخده. يعني بياخد على التأمينات والمستقطع وكل هذه كل هذه الاشياء. وحتى الان ده البند الثالث او الزياده الثالثه دي لم يصدر بها قرار. يعني صدر قرارين، صدر قرار زياده حد الاعفاء الضريبي قانون، وصدر زياده علاوه غلاء المعيشه الاستثنائيه، وان شاء الله هتطبق من نوفمبر. هيفضل بعد كده زيادة الحد الأدنى، ودي بيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعد كده وزارة المالية بتطلع تعليمات بتنفيذ هذه الزيادة بتاعت زيادة الحد الأدنى للأجور. ده بالنسبة للفيديو بتاعنا النهاردة اللي حبينا نوضح فيه ونأكد أنه تم بالفعل. تمام. لأن في ناس كلمتني النهاردة وقالت صح هو صدر من أمس. هو فعلا صدر من أمس، لكن أنا كنت مشغول لما استطيع أن أحدثكم يعني وأن أبين لكم ذلك. صدر من الأمس قانون رفع الحد الإعفاء الضريبي إلى 45,000 جنيه سنويا بواقع 3750 جنيه. تمام. وإن شاء الله شهريا. وإن شاء الله أنا في فيديوهات قادمة هوضح لكم بالتفصيل شرح بالأمثلة لكل الوظائف، سواء معلم أول ألف، معلم كبير، معلمين على الدرجة الأولى، المستوى الأول ألف ب ج، كل ده الثانية الثالثة كله بإذن الله سبحانه وتعالى أحاول أوضحه في الأيام القليلة القادمة. نعمل يعني نظبط مفردات مرتب ونشوف الدنيا وإيه الزيادة اللي ممكن تزيد بناء على هذا القانون، سواء كانت قليلة سواء كانت كثيرة. احنا ما علينا أن نوضح لكم هذه التعليمات اللي بتصدر أول بأول. تابعونا ستجدون عندنا كل جديد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسونا من صالح دعائكم، كما لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة حتى يعم الخير والنفع للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى، وحتى يصلكم منا كل جديد أولا بأول. دمتم بخير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.